السلام عليكم. ما هي وجهة ليونيل ميسي القادمة؟ بالأيام الأخيرة عادت الأخبار عن إمكانية عودة ليونيل ميسي إلى برشلونة. الجمهور الكتالوني من شدة حبهم لليونيل ميسي وبرشلونة بيتفاعلوا مع هيك أخبار. لهالسبب حبيت أعطي رأيي وتوقعي بموضوع عودة ليونيل ميسي إلى البارسا. بداية ذكاء لابورتا من بعد ما خرج ليونيل ميسي من برشلونة، ولابورتا بكل مناسبة يتكلم عن ميسي. حكى لابورتا: أتمنى عودة ليونيل ميسي إلى برشلونة. حكى: لا أستبعد عودة ليونيل ميسي إلى برشلونة. أيضا ليونيل ميسي سيختم مسيرته مع برشلونة لمداعبة مشاعر المشجع الكتالوني. من وجهة نظري ميسي لن يعود إلى برشلونة. يا أخي الوضع المادي حاليا لا يسمح بعودة ميسي إلى برشلونة. برشلونة إلى الآن يحاول تسجيل جافي، وليونيل ميسي حاليا ماله مضطر يرضى براتب قليل، ماله مضطر يرجع برشلونة وينهي مسيرته. حاليا هو الأفضل في العالم بعد ما حقق الإنجاز التاريخي اللي لطالما طال انتظاره. بعد ما حقق ميسي كأس العالم زاد الشغف عنده. اللاعب نفسه ماله مفكر بالاعتزال، على الأقل رح يلعب 3 مواسم. يعني أنت بتطلب من اللاعب العودة إلى برشلونة والاعتزال هناك، واللاعب ما زال يلعب دوليا. موضوع العودة إن كان هناك عودة سيكون عندما يفكر البرغوث في إنهاء مسيرته كلاعب لكرة القدم. اكتبوا لي بالتعليقات رأيكم أنتم، هل يعود ليونيل ميسي إلى برشلونة بعد نهاية عقده مع البي اس جي؟ أم أن هناك عرض ضخم وفلكي في منطقة الخليج ينتظر ميسي كحال ما حدث مع الأسطورة كريستيانو رونالدو، فتكون المفاجأة من ليونيل ميسي بالانتقال إلى هناك؟